جاني هذا السؤال بصراحة سؤال جدا مهم، أريدكم تنتبهون إليه وتستفيدون من عنده. إحدى النساء اليوم تسألني عن سؤال مكتوب عندي، قالت أني ما جاي آكل ولا أتهنى بنوم ولا بشراب، وحتى أطفالي أهملت دراستهم. ليش؟ قالت بسبب ما أراه من مجازر على إخواننا في فلسطين والسودان. تقول حياتي صارت كآبة، شنو تكليفنا؟ افتحوا لنا الجهات. هي تقول فتحوا لنا باب الجهاد، خل نروح نجاهد. وهي صادقة من تتكلم، تقول افتحوا لنا الجهاد، نريد نجاهد وندافع عن إخواننا. شنو ذنبهن ذن النساء السودانيات؟ وشنو ذنبهم ذن النساء الفلسطينيات؟ وشنو مسوين ذول الأطفال؟ وشنو مسوين ذول الرضع؟ وشنو مسوين؟ احنا جايين نموت. هي تتكلم تقول احنا جايين نموت، شنو تكليفنا؟ خلوا ببالكم هذا الكلام اللي راح أقوله مهم، وأنا كل ما أجي هنا أقول هذا كلام مهم مرتبط بالقضية المهدوية. إخواني بصراحة نحن دخلنا في عصر جديد، وهو عصر قبول الإبادات. عصر قبول الإبادات. كنا في زمان يقتل 100 200 تنتهي الحرب، يقتل 1000 تنتهي الحرب، يقتل 1000 وما تنتهي الحرب بس العالم تحكي والملاعب تعطل. احنا بزمان الإبادات الجماعية، إبادة في غزة، إبادة في الساحل السوري، إبادة في السودان، وهناك إبادات قادمة لا أريد أن أتحدث عنها بالتفصيل. نحن في زمن الإبادات. شو مطلوب من عندنا؟ مطلوب من عندنا أن لا نتفاجأ ولا نصدم ولا نكسر. هاي أول نقطة، نصير رابطي الجيش أقوياء، عندنا شيء متمسكين به. نقطة رقم 1. النقطة الثانية، احنا تايهين لو عندنا إمام. عندنا إمام الذي يرعى العالم. من هو؟ صاحب الزمان. الذي يدير العالم من هو؟ صاحب الزمان. إذن هو أرحم بك منهم بك، وأعلم وأطيب وأحن، ويدعو لهم أكثر من عندك. نقطة رقم 1. نقطة الثانية، اللي جاي يشوفونه من العالم مكشر أنيابه وماد مخالبه ومهيئ أسلحته من أجل شنو؟ من أجل الفتك بالبشرية جمعاء. تخيلوا أنتم مع هذا العنتريات مال ترامب ونتنياهو والإمارات ومن هؤلاء وجماعة الرد السريع، تخيلوا لو ثنيت لهم الوسادة ذولا ماذا يفعلون؟